يقول: تعلمون ما يصيب المسلمين هذه الأيام من إخواننا الفلسطينيين في أرض غزة من حرب اليهود وحصارهم، فهل يشرع القنوت لهم بعد الصلوات المفروضة؟ وهل هي نازلة بالمسلمين؟ الجواب: المسلم مهما كان حاله، سواء كان مستقيما أو كان معوجا، فإنه ينبغي التألم عليه عند حصول ما يؤذيه ما يضره، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، كما في تلك الرواية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمهما حصل المسلم خير من الكافر بما لا مقارنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي من الكافرين أو حتى من دونه في الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء في الجاهلية أو ليكونن عند الله كالجعلان التي تدفع النتن بأنفها. ومعنى ذلك أنه لا قيمة لكافر بمقابل مسلم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا مما يدل على فضيلة المسلم على أي حال كان أنه عنده خير. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي الصحيح عن أنس، وجاء عن جابر في الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. ففي هذه الأدلة أن المسلم يتألم على المسلم، ولا شك أننا نتألم على ما يحصل لهم، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، ونسأل الله عز وجل أن يدافع عن المستضعفين وينجي المستضعفين من المؤمنين هناك وفي كل مكان. فقد حصل للمسلمين استضعاف من اليهود ومن النصارى ومن سائر الكفار، وما هذا إلا بسبب المخالفات الشرعية والبعد عن الله سبحانه وتعالى وضروب الجهل بأطنابه في أوساطهم. فذلك البلد وكثير من البلدان بحاجة إلى التوعية العلمية الصحيحة السلفية العلمية الشرعية، بحاجة إلى نشر التوحيد والسنة في أوساطهم حتى يعرفوا من يوالوا ومن يعادوا. لا يوالون الرافضة، لا يوالون أهل الانحراف والبدع، ولا يركنون إليهم. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فمن ركن إلى الظلمة تمسه النار فضلا عن غيرها، فضلا عن عذاب الدنيا، تعرض لعذاب الآخرة فضلا عن عذاب الدنيا. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ يعني تجعلون الروافض أسوتكم
من متى كان الروافض نصحاء لدين الإسلام أو للمسلمين؟ لا من زمن بن العلقمي ولا بعده. من متى كان الرافضة كانوا أسوة للخير؟ الله قد قال، شيخ الإسلام يصفهم بالنفاق، وجملة من أهل العلم ما يعتبرونهم إلا منافقين كما في مجموع الفتاوى وغير ذلك. والله قد قال عن المنافقين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال يقولون لإخوانهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا حال أسوتكم الذين اتخذهم أسوة أولئك لن يتخذهم أسوة. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. قولوا الإيران تنصرهم الآن، ولا تنصرهم، وإنما دفدفوهم على ما يضرهم. ما هنا قدرة لهم على للبدء يعني لما يتعلق بالبدء لأولئك يا الله يسلمون من قبل، فحتى جرعهم هؤلاء على ما سمعتم على ما حصل. فالحاصل أن القوم بحاجة إلى توعية علمية شرعية صحيحة، ومن عدمها أتوا، من عدم التوعية الشرعية العلمية السلفية وعدم وجود مرجعية علمية سلفية لهم يؤوبون إليها عند النوازل، أتوا يذهبون إلى الروافض، يأخذون الروافض وبعض الحماسيين، حماس اسم على مسمى، حماس طيش، حماس الإخوان المسلمين، حماس الفرق الذين يريدون أن يجمعوا أموال على صياحهم، فهم يصيحون يهدمون يقتلون، يقول تبرعات، جهاد جهاد. نعم كما قال الزنداني كان يقول يأتي يعمل ماذا بارك الله فيكم حاضرة في بعض أيام ما هناك، اليمن في عمن واليمن كذا، ويقول جهاد جهاد. قالوا يا شيخ أرأيت إن لم نفز في الانتخابات؟ قال قد أعددنا لكل دبابة أربيجي. وإذا بالكذوب إذا لما دخلوا يا الله يخرج يختلس هكذا مع أصحاب الموز من مدرسة لا يربيجي ولا شيء، تركوا الحصالات والأموال والقشيبي يحرر المنطقة ذاك اللي كان يحرر صنعاء ربما لو قاموا معه قومة رجال، ولا قاوموا أسبوع واحد بل حتى 3 أيام، نكسوا رؤوسهم وخرجوا يتخالسون مثل البسس. أقول لك اتركوا الكذابين. هذا درس للمسلمين أن لا يركنوا إلى الكذابين المتعيشين معيشة على غير شرعية أيضا، والمجمعين الأموال على دماء الأبرياء. الآن نحن نتألم، يعلم الله أننا نتألم لما يحصل من إخواننا، لكن هذا لابد من النصح فيه، أن القوم ركنوا إلى باطل وإلى أهل الباطل، وركنوا إلى المسترزقين على دمائهم ولا الظلمة. الحاصل يدعى أن الله ينتقم من الكافرين. وقد كان هذا يدعى في الأوتار في زمن عمر بن الخطاب والأزمنة الماضية، ينتقم من الكافرين وينصر المؤمنين والمستضعفين سواء هناك أو غير هناك. أما بالنسبة للقنوت من قنت ما ننكر عليه، وبالنسبة من لا يقنت لا ننكر عليه، باعتبار أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في مثل هذه، قد حصلت أمثالهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت، والأمر في ذلك واسع. نعم، لأن الحوادث كثيرة. فلسطين ترجم كل حين، إنما هذه اشتدت عليها، وإلا فلسطين كل حين المراجم فوقها من إسرائيل والضرب عليها والقتل فيها ما هدأت إلا هذه السنين القريبة، قال شيء من الهدوء إلا من زمان، واليهود يبطشون بها باستمرار. وأيضا حتى هم كما سمعت يعني ما فيش أوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ورجوع واستقامة ونشر علم ونشر سنة واستدعاء مثلا أهل الخير والعلم. يعني فيه شيء من الغفلة والمخالطة للنصارى والمخالطة لكذا حتى أدى ذلك إلى هذا، لأن الله عز وجل لا ينصر إلا من نصره، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
قال الله سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلا قليل كانوا أو كثيرين. مهما كان عتاد الكفار وأهل الحق على استقامة وضراعة إلى الله ومعرفة ما هو من أسباب النصر، يحصل لهم خير كثير جدا من الله، ويخذل الله عز وجل الباطل. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقذف الرعب في قلوب المشركين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وغير ذلك من أدلة. أما مع الحال المتقارب هذا مسلم ضعيف وربما موالي للكافرين ويلتمس يبتغي العزة عندهم، كما قال يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، وعندهم من الجهل ما جعله يوالي أهل الأهواء وكذا، فربما يحصل نصر إلا أن يشاء الله ما يحصل نصر، لكن يدعى لهم هم مسلمون، يدعى لهم على ما سبق. ومن قنت ما ننكر عليه، ومن لم يقنت فإن الحوادث التي حصلت نظير هذا في الزمن الماضي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في كل حادثة، والله المستعان.